الموضوع ده لو فيك انت مش هتخش الجنه، مش هتخش الجنه. لازم تعرف عندك الموضوع ده ولا لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. طب معلش، لو انا سالتك سؤال دلوقتي وقلت لك انت متكبر ولا لا، طبعا الاجابه هتبقى بسيطه لا. مين قال لك ان انت مش متكبر؟ اتحطيت في موقف ان حد مثلا اقل منك ماديا او اقل منك في اي حاجه دنيويا زاولك فيها او ضايقك فيها او عمل لك حاجه، شفت نفسك عملت ايه؟ شفت ردة فعلك كانت عامله ازاي؟ شفت نفسك فوقيه ولا لا؟ حد بيقدم لك حاجه مثلا ولا حاجه وجاب لك حاجه غلط، ردة فعلك كانت عامله ازاي ساعتها؟ اتعاملت معاه عادي كده ان هو غلط، غلطه بني ادم طبيعي وبيغلط زيك ما بتغلط بالظبط، ولا شفت نفسك عليه حاجه وانا مش عارف مين وانا ابن مين ولا ايه؟ اصل انت لو عندك نقطة عارف مثقال ذرة انت مش هتشوفها اصلا، يعني لازم تدور في قلبك، لان هي لو موجودة مش هتخش. ولو انت عايز تعرف انت متكبر ولا لا، اسمع من اللي حواليك، اسمع من الناس اللي حواليك. المؤمن مرآة اخيه، يعني انت بتشوف نفسك في المراية فبتشوف نفسك في اخوك. يعني اخوك لما يقول لك خلي بالك انت متكبر او خلي بالك انت بتتعوج على الناس او